طيب الذكر الذي قام بعمل كبير رفقة منتخبات الفئة السنية السيد بين فيرباك. كرة من جديد المرمى التطواني، كرة خدعت الجميع وتودي المرمى التطواني الهدف الأول في المباراة. المرمى التطواني تسديدة ماكرة خادعة، خدعت الحارس عبد الرحمن اللحوصي اللي فقد توازنه في الكرة الماضية، وبالتالي الهدف الأول في المباراة. تصبح النتيجة هدف 1-0 للمرمى التطواني. أول تسديدة تجاه المرمى في 29 دقيقة، أول تير كادري تمنح المرمى التطواني هدف. الكرة خدعت الحارس عبد الرحمن اللحوصي وتمنح الهدف الأول في المباراة. هدف ل0، هدف جاء ضد كل التوقعات. كل شيء ممكن خلال الدقائق المتبقية عن نهاية زمن هذه المباراة. تلعبت الكرة من بديع عوك في منطقة الجزاء، ياسين رامي هدف في الدقيقة 67 من المباراة. هدف بوفتيني المدافع الذي يتمرد على كل الوقائع في الجولة الثانية ويسجل هدف التعادل، والفضل كل الفضل لحارس المرمى عبد الرحمن اللحوصي الذي أبدع في إبعاد الخطورة في 3 و4 كرات خلال الجولة الثانية من المباراة. إن الإعادة لعبها في منطقة الجزاء لوحده، بوفتيني يسجل الهدف، هدف التعادل. تصبح النتيجة 1-1 والمباراة تنطلق من جديد. المباراة تنطلق من جديد. سفيان بوفتيني المدافع الأول تجاري إيقاع الحمامة في هذه المباراة. بديع عوك الموهوب، بديع الموهوب عوك، واحد من أفضل لاعبي البطولة الوطنية، شخصيا أعتبره من أفضل اللاعبين. الزمان وفي هذا المكان الجمهور يتفاعل بجنون مع هدف من صناعة بديع عوك، والختم أي ختم كان من قدم المدافع الهداف. هي مباراة دفاع الحسنية. عبد الرحمن اللحوصي تألق وأبدع في إبعاد الخطورة بدل المرة 3. سفيان بوفتيني سجل الهدف الأول وياسين الرامي يسجل الهدف الثاني لما يغيب خط الهجوم في الحسنية في أفضل أحوالها بقيادة خط دفاع مميز جدا يستحق العلامة الكاملة اليوم. دفاع حسنية أكادير. تصبح النتيجة 2-1 للحسنية في الدقيقة 76. عودة ويا عودة، ريمونتادا في سوس حسنية أكادير اليوم. عاد من بعيد ويسجل هدفين. 2-1.